بيك عزيزي المسافر في قناتنا دردشة سفر، والنهاردة هندردش مع بعض شوية عن خطوات استخراج جواز السفر المصري بالتفصيل الممل. اوعدك انك هتطلع من الفيديو ده بكل المعلومات اللي انت محتاجها. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل اللايك الجميل بتاعك واشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. رقم 1، مطلوب منك نموذج 29 جوازات، ودي استمارة انت بتستلمها من مقر إدارة الجوازات وبتكتب بياناتك فيها بكل سهولة. رقم 2، مطلوب منك بطاقة الرقم القومي، واهم حاجة تكون سارية، يعني ما ينفعش تكون البطاقة بتاعتك منتهية وانت بتقدم على جواز السفر، لازم تكون البطاقة لسه سارية. هتقدم لهم اصل البطاقة هيبصوا عليه، وخلي معاك احتياطي صورة او صورتين من البطاقة لو حد طلبها منك. رقم 3، ودي خاصة بالشباب فقط، وهي موقفك من التجنيد. لو انت خلصت فترة خدمتك في الجيش فهتقدم لهم شهادة تأدية الخدمة العسكرية اللي هي شهادة الجيش بتاعتك اللي بتثبت انك خلصت جيش. طيب لو انت واخد اعفاء يبقى هتقدم لهم شهادة الإعفاء اللي بتثبت إنك مش مطلوب للتجنيد. طيب لو أنت لسه طالب جامعي، في الحالة دي أنت في الجامعة بيعملوا لك تأجيل لفترة التجنيد بتاعتك لغاية لما بتتخرج من الجامعة. طيب لو عندك أولاد صغيرين تحت سن التجنيد، هنا هتقدم فقط شهادة الميلاد الخاصة بيهم. رقم 4، ودي ركز فيها قوي معايا، الخانة بتاعت المهنة في الباسبور هيتكتب فيها نفس اللي مكتوب في بطاقة الرقم القومي بتاعتك. يعني لو انت بطاقتك مكتوب فيها حاصل على بكالوريوس يبقى هيتكتب في جواز السفر بتاعك حاصل على بكالوريوس. طيب لو مكتوب في البطاقة مهندس يبقى هيتكتب في جواز السفر مهندس، وهكذا. يبقى هنا قبل ما تقدم على جواز السفر لازم تتأكد ان المهنة بتاعتك اللي انت عايز تثبتها في جواز السفر تكون اصلا مثبتة في البطاقة بتاعتك، لان خلي بالك المهنة في جواز السفر هتفرق جدا في سفرك لبعض الدول. لو انت مثلا عايز تسافر لتركيا، فلو انت جواز سفرك مكتوب فيه مهنة هيبقى اسهل بكتير لو انت بتعمل التصريح الامني، عكس لو انت جواز سفرك مكتوب فيه حاصل على بكالوريوس. في الحالة دي انت هتدخل في سكة تانية خالص. رقم 5، مطلوب منك صورة المؤهل زي شهادة التخرج من الجامعة، ولو لسه مش متخرج بتجيب إفادة إثبات قيد من الجامعة بتاعتك اللي انت بتدرس فيها، ونفس الكلام لو انت لسه طالب في مدرسة إعدادي أو ثانوي بتجيب إثبات قيد من المدرسة بتاعتك. رقم 6، ودي بالنسبة للسيدات فقط، مطلوب منك قسيمة الجواز وصورتين منها. رقم 7، مطلوب منك 4 صور شخصية مقاس 4:6 بخلفية بيضة، وهنا خلي بالك من حاجتين. اول حاجة ان الصورة لازم تكون حديثة، لان الموظف هناك لو لقى شكلك في الصورة غير شكلك على الحقيقة هيقولك اتصور صورة جديدة وتعالى. تاني حاجة تكون الصورة من غير نظارة لو انت بتلبس نظارة. رقم 8 واخر حاجة هي دفع رسوم استخراج جواز السفر. بتاريخ تصوير الفيديو حاليا سعر جواز السفر العادي اللي انت بتستلمه بعد حوالي اسبوع حوالي 900 جنيه، وسعر جواز السفر المستعجل اللي بتستلمه في نفس اليوم او تاني يوم على طول حوالي 1450 جنيه. كده احنا خلصنا كل الاوراق المطلوبة منك لاستخراج جواز السفر، والنصيحة خلي معاك احتياطي صورة او صورتين من كل الاوراق اللي احنا اتكلمنا عليها. طيب كده احنا جهزنا كل الاوراق وعرفنا المصاريف اللي هندفعها، نروح فين بقى عشان نقدم على جواز السفر؟ انا هسيب لك في صندوق وصف الفيديو لينكات لاماكن استخراج جواز السفر في اغلب المدن، بس في العموم لو عايز تريح نفسك وتنجز حالك فعندك المقر الرئيسي لاداره الجوازات في العباسيه، او دلوقتي في بعض المولات فيها فروع للجوازات بتقدم خدمه استخراج جوازات السفر زي مول سيتي ستارز وداندي مول. دلوقتي هجاوبك على كام سؤال ممكن يجوا في بالك. لو انا جواز السفر بتاعي ضاع، ايه الاجراء اللي اعمله عشان اعمل جواز سفر جديد؟ هنا هيبقى مطلوب منك نفس الاوراق اللي احنا اتكلمنا عليها، لان جواز السفر لا يجدد، انت هتعمل جواز سفر جديد وبرقم جواز جديد. طيب لو انت بتسافر كتير وصفحات جواز سفرك خلصت من كتر الاختام اللي عليه، ايه الاجراء اللي بيتم؟ هنا نفس الاجابه، انك هتقدم على جواز سفر جديد بنفس الاجراءات والاوراق اللي مطلوبه اللي اتكلمنا عليها. حد دلوقتي هيسالني هو ليه سعر جواز السفر غالي؟ ده انا من سنتين كنت عامله بنص الثمن. الإجابة إن فعلا سعر جواز السفر زاد، ولكن ده بسبب إن جواز السفر دلوقتي بقى شامل وثيقة تأمين بتكون ستيكر مطبوعة في آخر الصفحة في الجواز، ودي بتستفاد منها إن في حالة سفرك لبعض الدول زي الدول الأوروبية اللي بتطلب منك وثيقة تأمين لرحلتك، فبدل ما كل مرة بتسافر وبتعملها وبتدفع فلوس، لا انت دلوقتي بتدخل على لينك هسيبهولك في وصف الفيديو، بتكتب فيه رقم وثيقة التأمين اللي موجود على الاستيكر، وهتقدر تحمل التأمين بتاعك كملف PDF وتطبعه وتقدمه للسفارة من غير أي رسوم زيادة. وانا هبقى اعمل فيديو ان شاء الله قريب في شرح لازاي تعمل وثيقة التأمين اونلاين. وبكده يا عزيزي المسافر نكون خلصنا فيديو النهارده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.